لاعب يعني بنقول لاعب الكبير، لاعب مواليد 2002 النهارده، الاب لاعب النجم الكبير محمد محمود طول النهارده. والله بقول الحمد لله على الفوز النهارده، وبهني نادي المنصوره وجمهور نادي المنصوره ومجلس الاداره الجديد المعين. بس ليا رساله عايز اوجهها لكل القائمين على نادي المنصوره، وخاصة المجلس المعين لمدة عام. انت قدامك فرصة انك انت تثبت للجمعية العمومية انك انت مجلس جدير بالمكان اللي انت مسكته. نادي المنصورة نادي كبير، مثل مصر في افريقيا ومثل الدوري ممتاز، وخرج لعيبة على مستوى عالي جدا، من يعني يعتبر مفرقة للأندية الممتازة. بس انا ليا كل اللي انا يعني بعتب عليه ان المفروض اي لعيب ناشئ جه نادي المنصوره بقى ابن النادي المنصوره. يعني مفيش فرق بين لعيب جاي من اسوان او لعيب من مدينه المنصوره او لعيب من الشرقيه او اللعيب اللي هيدي للمكان ده او لنادي المنصوره هو ابن المكان ده، هو ابن نادي المنصوره. في ظل الاحتراف، في ظل الاحتراف اللي موجود واللي العالم كله اعترف بيه، احنا لازم نعترف بالموضوع ده. ان انا جبت لعيب من اخر الدنيا عشان يمثلني يبقى هو ابني. تمام. مجلس الاداره قدامه فرصه انه النهارده داخل في ظروف صعبه، يعني النهارده انت في نص الجدول وجاي، بس انا بديله انا حاسبه حساب. لا انا بتكلم على اللي جاي، انا بقول لمجلس الاداره انت واخد 10 خطوات زياده عن اللي هيدخل الانتخابات بعدك. انت قدامك سنه تقدر تثبت قدام الجمعيه العموميه انك فعلا جدير انك تمثل الجمعيه العموميه. لازم يكون في تطوير في السنه دي، لازم قطاع الناشئين ده لازم يكون فيه شغل جامد، لازم اهتم بالامكانيات اللي عندي مجموعه من اللاعبين في جميع المراحل 2002 و2001 و99 وحتى في الفريق الاول. انا لازم احافظ على الخامات اللي عندي دي، لان هي الخامات دي هي ديت مستقبل نادي المنصوره اللي انا لازم اعملهم كويس. احنا طبعا فوز ما باخدوش فلوس ولا مكافاه ولا حافز. انت عارف انت لو اديت اللعيب بس 5 جنيه مكافاه حافز، طبعا ولي الامر بيدفع، يعني احنا بندفع من جيوبنا، بندفع الافات، لكن انا لما ادي اللعيب 5 جنيه حافز يبقى انا بحسسه ان احنا مقدرينك. لما اطلع معاه التلج او الميه او جهاز كامل سواء طبي او انا بعيشه جو الاحتراف، بعيشه، بقول له انت ابننا واحنا مش بنقصر معاك، عشان لما تيجي يحترف اي نادي والنادي هنا بيطلب مثلا 1 مليون و2 مليون يبقى انا صرفت على اللعيب ده، لكن انا ما صرفتش عليه. ولما يجي نادي كبير عايز ياخد اللعيب عندي ما ادلهوش عشان خاطر اقول له انا عايز 2 مليون و3 مليون وانا ما صرفتش عليه جنيه. فهي دي المشكله. النهارده انت بتوصل رساله صعبه ورساله مهمه. النهارده كل المحافظين النهارده في كل البلاد بتساند الفريق الاول. النهارده عايز توصل رساله النهارده محافظه الدقهليه. شوف انا بتكلم عامه كل المحافظين لازم يقفوا، لان طبعا نادي المنصوره بيمثل المحافظه كلها، وعيب قوي ان نادي المنصوره ما بيمثلش دوري ممتاز، لانه نادي كبير، نادي عريق، مش نادي لسه بقاله 5 سنين او 10 سنين، بقاله اكتر من 60 سنه. يبقى المفروض ان كل الجهات المسؤوله سواء اعضاء مجلس الشعب سواء مجلس اداره سواء محافظ، كل الناس القائمه على هذا المكان او اللي بيحبوا نادي المنصوره المفروض يقفوا معاه ويساندوه في سبيل ان يطلع نادي المنصوره تاني ويعيد امجاده، ونشوف تصديره للعيبه على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا وعلى مستوى الانديه الاوروبيه. لان نادي المنصوره ده طلع لعيبه يعني ياسر ريان، رضا شحاته، عمرو زكي، وطبعا في لعيبه كبار، الكابتن هشام الزوق والكابتن هشام شوقي ومحمد شين في بتروجيت والكابتن قادر لطفي، الناس اللي لعب في الاسماعيلي، يعني في ناس هنا، والكابتن عماد حمدي. طبعا انا يعني انا مش شرقيه فبرضه في اسماء غايبه عني، لكن اللي انا عايز اقوله ان المفروض يعاد النظر في قطاع الناشئين. انا لازم ده كنز انا لازم اظهر الكنز ده واحافظ عليه، لكن انا لو سايبه مدفون يبقى انا كده بخسر ملايين